يعني قراءة القرآن في شهر رمضان دي من أعظم الأمور اللي ممكن الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، ومن أعظم الأمور التي يجب أن يتمسك بها الإنسان في شهر رمضان أن يحافظ على تلاوة القرآن الكريم، وأن يحافظ على تلاوة الذكر الحكيم. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهنيئا هنيئا لوالد حفظ ولده القرآن الكريم، وهنيئا لمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وداوم على تلاوته في شهر رمضان. يعني أنت تتلو القرآن الكريم طوال العام، هذا جيد. أنت تقرأ القرآن طوال العام، هذا جيد. فما بالك في شهر رمضان الذي يضاعف الله فيه الحسنات؟ فما بالك في شهر رمضان الذي يضاعف الله فيه يعني قبول الطاعات؟ فما بالك في شهر رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ أنت تحاول بقدر الإمكان أن تجتهد في تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان، تتلو القرآن بعد الفجر. اجعل لك وردا من تلاوة القرآن لأن فضله عظيم. اجعل لك وردا من تلاوة القرآن الكريم لأن فضله أعظم، يعني أعظم فضل قد تتحصل عليه في شهر رمضان، وأنك تتلو القرآن الكريم وتفهم معانيه وتعمل بما فيه. يقول لك القرآن الكريم في شهر تصدق تصدق، يقول لك صم تصم عن المعاصي وتصوم عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقول لك يعني اجتهد في الطاعة وفي العبادة، تجتهد في الطاعة وفي العبادة. هذا هو القرآن، نتعلم منه كل شيء، نتعلم من معانيه، نتعلم منه كل جميل. كتاب الله سبحانه وتعالى هذا كتاب عظيم، كتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يجب على كل إنسان منا أن يحافظ على ورده في شهر رمضان، وأن يتمسك بتلاوة القرآن في شهر رمضان، فهي أعظم الأمور التي من الممكن أن يتحصل على يعني على شيء عظيم في شهر رمضان، أن يتحصل على أجر تلاوة القرآن، وعلى أجر قراءة القرآن، وعلى أجر تعلم القرآن. يا له من ثواب عظيم يجب أن تغتنمه وتتمسك به، ولا تدعه يتفلت منك، ولا ينقضي رمضان إلا وأنت قد ختمت القرآن مرة ومرتين وثلاث، وفهمت معانيه ومقاصده، وعملت بما فيه لتخرج من رمضان وقد غفر الله لك الذنوب ومحى السيئات والخطايا. أسأل الله أن يتقبل منا في شهر رمضان، وأن يديم علينا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آمين، اللهم آمين.